التبول للعزباء في منامها دليل خير وإصلاح ليها، فإن كانت تفكر في الزواج الفتاة العزباء ورأت في المنام أنها تتبول، رأت إيه؟ إنها تتبول. فإن كانت تفكر في الزواج وشافت إن هي بتتبول في الفراش أو رأت بول كثير، فهذه الرؤيا دليل على الزواج القريب لها. دليل على إيه؟ الزواج القريب لهذه الفتاة بأمر الله تعالى. رؤية مبشرة للفتاة العزباء اللي هي بتفكر في الزواج ورأت هذه الرؤية أنها بتتبول في فراشها أو رأت بول كثير. تمام؟ فالرؤية بتبشر بالزواج القريب، والزواج هيكون من شخص صالح، شخص تقي على دين، سوف يتقي الله فيها بنت العزباء. إن كانت مخطوبة البنت العزباء دي ورأت هذه الرؤية، فدليل رؤيتها على اقتراب عقد قرانها بأمر الله تعالى. إن كانت مخطوبة فالرؤية بتبشر باقتراب عقد القران قريبا بإذن الله تعالى. أما إن كانت الفتاة العزباء مش بتفكر في الزواج، وعايزة تأسس الحياة العملية بتاعتها، عايز يكون لها منصب، يكون لها إدارة في حياتها الاجتماعية، مش بيفكر في الزواج خالص، فهنا الرؤية دليل على أنها سوف تحقق النجاح وتحقق طموحاتها التي تسعى عليها أو تسعى إليها، وسوف تحصل على أمنياتها ويستجاب لها دعائها بأمر الله تعالى، وستحل كل مشاكلها. وربما دلت رؤيتها على المال الكثير والرزق الواسع من نصيبها بأمر الله تعالى بقدر ما رأت من بول، فكلما زاد البول زاد رزقها بأمر الله تعالى في الواقع. ومن رأت في منامها أنها تتبول دم أو تتبول بول بلون أحمر، فدليل رؤيتها على زواجها قريبا بإذن الله تعالى. دليل على إيه؟ اقتراب الزواج. وهذا التفسير يسري أيضا على الرجل الأعزب أو الشاب الأعزب أو المرأة المطلقة أو الأرملة. بالنسبة للمرأة الأرملة أو المطلقة أو الشاب الأعزب أو الفتاة العزباء، عندما أحد منهم يرى أنه يتبول ببول بلون أحمر أو لون الدم أو دم، فالرؤيا بشارة باقتراب الزواج بأمر الله تعالى. تمام؟ ومن تبولت في منامها في مكان لا تعرفه فدليل ذلك على الزواج. تبولت في مكان مش عارفاه، فالدليل على الزواج من شخص من هذا المكان، سواء كان عزباء مطلقة أرملة، يبقى الزواج من إيه؟ من شخص من هذا المكان اللي تبولت فيه.